تخيلوا يا جماعة الخير وانصدموا، في آخر 15 سنة ما في أحد من الأرجنتين أو البرتغال أخذ لقب الهداف من ميسي ورونالدو إلا لاعب واحد من كل منتخب. متى ومين هو؟ اسمعوا وانصدموا. من سنة 2010 حتى سنة 2021 هدافين البرتغال والأرجنتين هم ميسي وكريستيانو. ما تغير، ما في أي لاعب قدر ينافس هذهم الاثنين. مستوعبين؟ فترة طويلة جدا. وفجأة في سنة 2022 حصلت الانتكاسة اللي صارت بين في ميسي ورونالدو، وجاء لاعب من هنا ومن هنا حقق لقب الهداف. في البرتغال من أخذ لقب الهداف؟ غونزالو راموس في سنة 2022 هو كان أفضل هداف برتغالي. طيب وفي الأرجنتين من هو؟ هو اللاعب الأرجنتيني خيرمان كانو، هذا أخذ لقب الهداف من ميسي سنتين على التوالي، سنة 2022 وسنة 2023، وترى عمره تقريبا بعمر ميسي، عمره 37 سنة. ولكن الصدمة وين؟ الصدمة انه رغم تقدم ميسي وكريستيانو بالعمر المفروض انه يتركون التهديف لباقي زملائهم، باقي زملائهم المفروض ينفجروا، لكن الصدمة انه في سنة 2024 و2025 كريستيانو وميسي هم هدافين في بلادهم. تخيلوا يا جماعة الخير، استمرارية عظيمة بالتهديف لهذم اللاعبين هدافين كمان، رغم انه انتكسوا ورجعوا للتهديف. طبيعي اللي قاعد يسوونه هذم اسطورتين كريستيانو وميسي، شيء عظيم بمعنى الكلمة.